سيدنا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام هو الابن البكر لخليل الله إبراهيم من زوجته هاجر المصرية، وقد ولد بعد أن بلغ إبراهيم من الكبر ما جعله يظن أن الذرية قد أصبحت بعيدة المنال. قبل أن نبدأ القصة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو وكتابة تعليقكم في الأسفل، فهذا يسعدنا ويحفزنا على تقديم المزيد. ملاحظة: الصور في الفيديو للتوضيح فقط. وكانت سارة زوجته الأولى عاقرا، فوهبه الله إسماعيل من هاجر، فامتلأ قلب إبراهيم شكرا، ثم أمره الله أن يأخذ هاجر ورضيعها إسماعيل إلى واد غير ذي زرع، فاخرج بهم إلى أرض مكة التي لم يكن فيها ماء ولا بشر. وعندما أراد العودة ترك لهما كيسا من التمر وقربة من الماء، فسألته هاجر: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت بثقة المؤمن: إذن لا يضيعنا الله. ومرت الأيام ونفد الزاد والماء، وأخذ إسماعيل يصرخ من شدة العطش، فهرعت أمه تبحث عن ماء، فسعت بين الصفا والمروة 7 مرات، وفي النهاية رأت الماء ينبع من تحت قدم طفلها، فخافت أن يضيع الماء فجمعت التراب حوله وقالت: زمي زمي. ومن هنا جاء اسم بئر زمزم المباركة. وسرعان ما مرت قبيلة بالعائلة، فأذن لهم إبراهيم أن يسكنوا بجوارهم، فنشأ إسماعيل بينهم وتعلم العربية الفصحى وتزوج منهم، وكان قويا شجاعا معروفا بصدق الوعد، حسن الخلق، برا بوالديه، صبورا على الشدائد. ثم جاء الاختبار الأعظم، إذ رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي من الله، فعرض الأمر على ابنه، فقال إسماعيل في مشهد إيمان عظيم: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فانطلق به إلى مكان الذبح وأضجعه على جبينه، وهم أن يذبحه، فناداه الله جل جلاله: قد صدقت الرؤيا وفديناه بذبح عظيم، وهو الكبش الذي يذبحه المسلمون يوم عيد الأضحى تخليدا لهذه القصة العظيمة. وبعدها أمر الله إبراهيم وإسماعيل ببناء الكعبة المشرفة، فكان إبراهيم يرفع القواعد وإسماعيل يناوله الحجارة، وقالان معا: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكانت تلك اللحظة بداية تاريخ أطهر بيت عرفو البشر، فصارت الكعبة قبلة المسلمين ومنار التوحيد في الأرض. ثم اصطفى الله إسماعيل نبيا ورسولا إلى العرب، فدعاهم إلى عبادة الله وأمرهم بالصلاة والزكاة، وكان عند الله مرضيا، وكان أول من ركب الخيل، وأول من استخدم القوس في القتال، وكان حكيما رحيما صادق الوعد، يفي بكلمته ولو طال الزمن. وقد عاش عمرا طويلا وبلغ 137 عاما، وتوفي في مكة ودفن بجوار والدته هاجر بالقرب من الكعبة، وتبقى سيرته عليه السلام معلما خالدا في التضحية والطاعة والصبر والبر والتوحيد، وهي مدرسة إيمانية تتجدد مع كل موسم حج وكل شعيرة من شعائر الإسلام. إذا أعجبتكم القصة لا تنسوا دعمنا بالاشتراك والإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. نلقاكم في قصة جديدة بإذن الله، وكل عام وأنتم بخير.